خلينا نبدأ القعدة النهاردة الانترو بتاعتي، وهي أنا نوريان ودي قعدة نسوان. 1 2 3 4. بصي احنا النهاردة يعني مش عارفة أبدأها ازاي. انتي عارفة ان انا بعزك قد ايه. وما جهزتش أسئلة كتير عشان انا عارفة ان احنا هنفتح الكاميرا وهنقول اللي احنا عايزينه. أيوة. ومش عايزة يبقى فيه سكريبت اي حاجة، وانا اصلا عادة ما بعملش سكريبت. ف لما قعدت افكر شوية انا وانتي ممكن نعمل ايه مع بعض، حسيت ان اكتر حاجه متشابهه ما بيني وما بينك هي رحله تنقلنا او سفرنا لما رحنا نويبع. انت رحتي نويبع وانا رحت نويبع، وبعدين انا خلاص سبت حياه نويبع ورجعت حياه المدينه، ولكن انت كملتي وبعدين رحتي سيوه. بصي أنا بدأت بسيوة. احكي لي القصه بقى، لان انا عن أوكي. القصه دي ما اعرفهاش. انا أوكي. قابلتك واحنا في نويبع بس ما اعرفش ما قبل نويبع ايه. أنا هو نويبع بعدها سيوه، فاحكي لي بقى قصتك وازاي أوكي. قصتك دي تبقى يعني هتاخدنا بقى الموضوع بتاع النهارده. قولي لي بقى أوكي. انت بداتي قصتك ازاي؟ بصي القصة بدأت من عند كورونا. ماشي. يعني أنا كنت الأول بشتغل مترجمة مهم. ومدرسة في حضانة وده أول سيكتور اتضرب في كورونا، الحضانات كلها قفلت. ف ف طبعا مفيش يعني انا في حضانه، في الاخر حضانه اهليه، مش حاجه يعني مش مدرسه عشان يدوني مهم. مثلا رواتب او حتى نص راتب لحد ما نرجع تاني. فما كانش في حاجه خالص. قالوا لي انه احنا هنوقف لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. مم. فانا كنت على الله مع نفسي. جات لي نوبات انكزايتي شنيعه بعد ما ده حصل لمده اظن شهر. و ومعرفتش يعني كنت قبضت اخر مرتب وشايلاه على جنب ومش عارفه هعمل ايه بعد كده. مهم. فانا حطاه للطوارئ او حطاه للزمن، مع انه كان ممكن له لازمه يعني. بعد كده ما كنتش مرتاحه خالص وانا قاعده هناك في القاهره يعني. بعدين قلت خلاص انا هاخد اخر مرتب ده وهروح اقعد بيه في سيوه شهر واشوف انا هحس بايه. ده كان وقت الكورونا لما بدات؟ اوكي. كنا اعتقد في رمضان مم. يعني على ما اتذكر. بعد كده رحت قعدت شهر في سيوه. مم. اخدت شقه في اكتر مكان حيوي في سيوه، والدنيا كانت هاديه خالص خالص وبعيده والناس مش موجودين اصلا. في رمضان سيوه هاديه قوي. فقعدت هناك مم. شهر. بعد كده رجعت عشان مرتب خلص. الحمد لله لما رجعت لقيت شغل اونلاين فعرفت احوش منه. بعد كده رجعت تاني سيوه على اساس بقى ان انا اخد بيت بعيد واقعد فيه. مم. وده اللي حصل. انا كان تصوري واللي انا قايله لاخواتي ان انا هقعد بس شهر كمان بس كده. ده استمر سنه واربع شهور. مم. يعني انا حقيقي لو قعدت سنه بحكي اللي حصل لي خلال السنه دي اظن مش هيكون كفايه. كانت حقيقي تجربه غيرتني تماما، التجربه بتاعت العيشه في سيوه. لانه انا كنت رايحه، انا ما كانش عندي اي expectations وعمري ما قعدت في مكان لوحدي تماما. مم. وعمري ما قعدت في مكان نائي. وما كانش ليا اصحاب خالص هناك في سيوه غير شخص واحد، وما كناش بنتقابل كتير ولا بنخرج كتير ولا مم. يعني. انا كنت رايحه في رحله استكشافيه حرفيا، بس ما كانش ده الهدف الاساسي. يعني الهدف انه بس نبعد عن الانكزايتي اللي بتجيبها لنا القاهره. مم. انا اكتر حاجه كانت بعملها هناك كانت الزراعه. يعني كنت جايبه البيت بارض، وارض مش كبيره يعني كام حوض كده. كنت بقى الراجل سايب لي البرسيم بتاعه انا اسقيهوله. ده المقابل اللي انا كنت بعمله يعني بجانب ايجار ضئيل خالص. وانا بدات مع الوقت خلاص افضي حوضين ثلاثه كده اقعد ازرع فيهم شويه نعناع وشويه جرجير واحط واكل. الاكل كان بسيط خالص. انا عشت حياه ما كنتش متخيله ابدا ان انا استحملها ولا ان انا احبها. مم. ف قعدت في الوضع ده، وكانت الزراعه هي الحاجه اللي بتنقذني حرفيا. كان الكومبوست بتاعي اجمعه واقوم حفراه ودفناه واقعد اتفرج على الدود واتفرج على الشجره وعباد الشمس وهو بيكبر. ده كان غايه متعتي في الحياه، وده اللي اعتقد الفتره دي السنه دي شكلت جزء كبير جدا من شخصيتي بعد كده. يعني انا مش انا بقول ده وانا كان عندي 20 اظن كان عندي النهارده 6
اعتقد كان عندي كام سنه 24 25 سنه. حاسه انه الناس ساعتها ممكن يقولوا انا شخصيتي اتكونت، بس انا شخصيتي اتكونت بعد سيوه حرفيا. فبعدين جت نويبع وجيتي انت لما اتقابلنا. وانا كنت متخيله انه سيوه زي نويبع زي الواحات هيبقى كلهم اكستنشن لبعض، ومش مش يعني كنت رايحه بفايب سيوه ورايحه بعقليه سيوه ورايحه باللي انا خدته من سيوه هناك. بس اكتشفت لا، انه الصحراء حاجه والجبل حاجه تانية خالص والبحر حاجه تالتة خالص، وان هما مش شبه بعض ولا حتى كتجارب انسانيه ولا اشخاص ولا انا كنت حتى انا اللي راحت سيوه من سنه. فكان كل حاجه ليها شكل مختلف وطابع مختلف، طريقه تفاعل مختلفه حتى مني. ف بس انا ما استحملتش اقعد في نويبع كتير، يعني مش زي سيوه. ان انا في سيوه اللي خلاني اقعد في سيوه فعلا هو ان انا انعزلت عن الناس، ودي اصلا جزء من شخصيتي، ان انا ده سهل بالنسبه لي اعمله قوي ومش بحس فيه بشعور بعدم الراحه. ممكن اقعد بالشهور ما اشوفش حد يعني ما كنت تمام. لما رحت نويبع انا كنت بشتغل مع ناس، ودي كانت حاجه انا بقالي سنه ونص ما عملتهاش. كنت نسيت والله بجد. كنت نسيت ده بيتعمل ازاي، وبس يعني مش نسيت قوي يعني، بس اتضح ان هي لا ما كانتش the same experience at all. و حبيت نويبع اكشلي، اتعلمت السباحه هناك كلابي، بس كنت بعوم يعني اتعلمت. كنت الاول انا كنت اول ما رحت نويبع انا كنت بقعد على الشط وبقعد اقول للبحر ده اخري معاك، هدلدل رجلي فيك بس عشان اكتر من كده انت مش بأمن لك وخلاص. ومتخيله انا قلت هقعد قد ما هقعد، كنت متخيله هروح اقعد سنه. فقلت خلاص ده اخرنا مع بعض وليتس ميك بيس على ده. بقى اعتقد بعدها بشهر كنت في قلب الميه بتعلم على كان في عوامه كبيره قوي قوي قوي، كنت امسكها واقعد بلبط كده لحد ما حد هناك ساعدني ان انا اعوم بجد. فنويبع عليها فضل عليا بصراحه برضه. وانا كمان عموما ان السبب اللي انا خلاني افكر ان انا اجيبك، لاني مؤخرا كده بقيت اختار الناس اللي انا محتاجاهم يطلعوا معايا في القعده. انا مش فارق معايا ان انا اعمل شو وان انا انزل حاجه والناس تعرف عني اكتر وكده، لا، قد ما فارق ان هو فعلا كلام يتقال. انا عايزه اصيح واقول الكلام ده، او حاجه بتاثر بيا بشكل او باخر، والناس اللي معايا برضو يكونوا حاسين بحاجه زي دي. فطبعا انت من الناس اللي هم قليلين قوي في حياتي، اللي معلمين في حياتي. احنا ما اتقابلناش كتير قوي، قعدنا مع بعض كام يوم. ايوه. بعدين كان تواصلنا كله كان اونلاين. أيوة. اكتر منه حاجه فيزيكال يعني. ففكرت هو ايه المشكله اللي انا كنت عايزه اتكلم فيها، ومين ممكن يتكلم معايا بفلكت. فاكتشفت ان احنا في ضغط بشكل ما علينا كبنات، وكان انا من زمان الضغط ده بمر بيه من وانا صغيره يعني. وبسبب الضغط ده ده كان سبب كبير ان انا اخد خطوه نويبع. انا لما رحت نويبع زي ما انت رحت سيوه احنا رحنا في نفس التوقيت. انا رحت بقى نويبع بسبب كان في ضغط ما بواجهه في حياه المدينه، سواء من اهلي او في الشغل او حاجه. ولما جت الكورونا الضغط ده زاد اكتر، لان هو انا كنت شغاله طبعا في حاجه ليها علاقه برضو بالتعليم شويه، بس كانت كورسز. فطبعا اول ما كورونا جت قفلت، فقعدت مع اهلي اكتر، فكان في ضغط في موضوع الشغل. بعدين احتكيت باهلي اكتر. بعدين حسيت ان انا لا، انا في برضو في حاجه مفقوده، وانا مضغوطه وانا مش عارفه انا مضغوطه ليه. فكنت محتاجه مساحه تخليني اهدى بعيدا عن الحياه والوضع، وكان كل الناس في بانيك. فكنت محتاجه مساحه لنفسي. بالظبط، كنت محتاجه مساحه فاضيه اقدر انا ونفسي، عارفه انت وافكارك. أيوة. تقعدي كده تشوفي. وطبعا نويبع كان ليها فضل كبير عليا، ان انا شخصيتي اللي انا فيها دلوقتي كان ليها فضل في نويبع. طبعا هي تكونت وانا في نويبع. فكان ده السبب اللي انا فكرت فيه. طب هو ممكن اتكلم ده مع مين؟ فمين يا ترى؟ رحت قلت اماني، اكيد اماني على طول. فده اللي احنا حابين نتكلم فيه النهارده. حاجه بقى بسيطه قوي. انا زي ما قلت لك كان في ضغط ما خلاني اروح نويبع. انتي الضغط بس كان الشغل ان انتي خليكي تروحي سيوه، ولا كان لا مجرد بس انت كنتي بتدوري على حاجه هاديه؟ يعني انا كنت رايحه علشان ادور على حاجه هاديه عشان افكاري.
فانت كان ايه سبب الضغط او كان الضغط الاساسي اللي كنت حاسه بيه وقت اللي خدتي القرار ان انت تروحي سيوه؟ وليه سيوه يعني؟ ليه سيوة؟ يعني انا هبدا بايه اللي خلاني اروح اصلا سيوة. في الفتره من 2018 ل 2020 كنت بمر بشفت كبير جدا في حياتي، والشفت ده انا الحمد لله ما كنتش فيه لوحدي، كنت مع اخواتي، ولكن ما كنتش لحقت، على الرغم ان هما سنتين بس ما كنتش لحقت. الشفت كبير جدا، ما كناش لحقنا نادابت تو ات كفايه. وبعدين جت الضربه دي، وكانت بجد الضربه دي جت بدري قوي علينا احنا الثلاثه. والجنان اللي الناس كانت حاسه بيه، الهلع شديد، و it was too much. وانا قعدت اقول انا لو هقعد هنا، ما انا هقعد كده كده قلقانه يعني. خلاص انا لو هقعد قلقانه فانا اقعد في مكان على الاقل قادره امشي فيه حافيه، قادره اشوف زرع، قادره ما اسمعش صوت عربيات، وما اشوفش على الاقل ما اشوفش ناس مرعوبه على الاقل. وده السبب اللي خلاني لما رحت سيوه قعدت فترات طويله ما بشوفش ناس، ان انا مش، مع ان سيوه يعني ما كانوش قوي مركزين في اللي بيحصل بره، مع ان يعني كورونا دخلت عليهم، ونويبع كمان برضو كانوا الناس عايشين حياتهم الناس ما تحسيش ان هم يعني الحمد لله ان موجات الهلع دي كانت بتوصل لهم متاخر وبعيده وتاثيرها خفيف، مع ان كان في وفيات وحاجات كده، وما هم ما عندهمش طبعا اي نوع من انواع الرعايه الطبيه ولا التوعيه اطلاقا. ورغم ذلك كانت الدنيا ماشيه يا عم، احنا عندنا بلح وزيتون والدنيا بتمشي، بناكل وبنشرب وشمس وخلاص. ايوه بيقعدوا يقولوا كده احنا عندنا شمس وبلح وزيتون اذا سنكون بخير بالظبط. فانا سيوه يعني انا في الفتره دي كل واحده فينا كانت راحت تشوف الملجأ اللي هتعرف تهدى فيه وترتاح، علشان الفتره دي ما حدش كان عارف فيها يساعد حد honestly. فانا لما رحت سيوه كان هو ده، انا مش عايزه اشوف بني ادمين، لانه البني ادمين كلهم خايفين ومرعوبين، وانا مرعوبه وخايفه ومحدش عارف يطمني ولا انا عارفه اطمن حد. فخلاص انا هقعد مع الحاجه الوحيده المنطقيه وهي الارض، احط بذره اسقيها هتكبر، هتطمن، هجراوند، خلاص كل حاجه هتبقى كويسه، لانه في النظام ده ان انا احط بذره واسقيها هتكبر. بس انا ما كنتش عايزه اعرف حاجه تانية في الحياه غير ده، واشوفه بيحصل قدامي مرارا وتكرارا لحد ما طمنت كفايه. فخرجت بره البيت، فبدات اشوف ناس، بدات اعمل باسكتس. ده برضو من ضمن الحاجات، لو انت كنتي بتتكلمي عن الضغط وعمل فينا ايه، فانا I'm so grateful للضغط، لان هو خلاني اشوف حاجات كتير قوي حلوه، ووداني اماكن كتير قوي حلوه. يعني بسبب الضغط ده انا رحت سيوه، وبسبب my own issues بقى اللي انا اخدت وقت على ان انا اشوفها وافهمها لما كنت قاعده لوحدي انا والارض بس، فقدرت اشوف حاجات كتير قوي ما كنتش شايفاها. في يوم من الايام النداء جالي انه الساعه 11 بالليل، وده كان وقت نوم يعني خلاص، والدنيا اصلا هس في الطبيعي. فقمت خرجت بره البيت اتمشى في الشارع، دي ربابه حصل كده، كمل عادي. وقمت خرجت بره البيت، انا عارفه ان كان في شجره معينه على اول الشارع، والشجره دي يعني كنت دايما وانا ماشيه وانا راجعه ابص لها، وما اعرفش ابص لها ليه، بس انا في حاجه وامشي. فيوميها انا صحيت، قمت بالليل معايا الكشاف بتاعي ومعايا كيس، ورحت الشجره دي بالليل. كان امان، كان امان. سيوه امان سيوه امان. ضغط هحكي لك. المهم خرجت يوميها الساعه 11، رحت لميت ورق شجر وفي كيس ورجعت بيه على البيت. غسلته وسبته ينشف للصبح، بس كده. تاني يوم بدأت القصة وما انتهتش حتى الآن. باسكتس فوريفر. ده البروجكت بتاعك دلوقتي؟ ده البروجكت بتاعي دلوقتي. اوكي. سيوة أمان. سيوة كانت وما زالت أمان بنسبة كبيرة جدا 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 مقارنة بالقاهرة. القاهرة بالنسبة لي أنا أول ما بخرج، يعني كنت أول وما زال لحد دلوقتي بصراحة لما باجي القاهرة
اول ما بخرج بره البيت بحس ان انا عارفه الكيس اللي بيشفطوا منه الهواء ده بالمكنسه بحس ان انا مضغوطه جدا ولازم ابقى طول الوقت ماسكه نفسي قوي لحسن اي حاجه تحصل ولازم ابقى بص حواليا طول الوقت وسيلف اوير طول الوقت. ده مرهق قوي قوي، مرهق قوي. وبرده ده مش بيحصل في سيوه. هو واضح الفرق ما بيني وما بينك في اللبس، يعني انت لابسه جلابيه ومرحرحه وانا لابسه جينز وحزام وقميص وانا حاسه بخنقه لو متضايقه وانت مرحرحه، فواضح الفرق ما بيننا دلوقتي. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن حياه القاهره وحياه سيوه، مش محتاجين يعني باين الفرق. بصي انا كنت محضره حاجه، كنت حاسه ان القعده دي عايزينها نتكلم عن احنا كبنات بنضغط ليه وامتى اصلا بنضغط، وامتى الضغط ده بيتغير شكله. يعني هل لو انا موجوده في القاهره هيبقى بشكل، وانا في سيوه هيبقى بشكل، وانا في نويبع هيبقى بشكل، ولا الدنيا هنقولها مثلا هي حاجه داخليه مش بس الخارجي، يعني لا الموضوع بالانس. فانا بحاول افهم برضو هل الناس لا زيي انا مثلا ساعات بحس لا العوامل الخارجيه بتاثر عليا بشكل اكبر بكتير من الداخلي، بس اوقات بحس ان هو 50-50. فبحاول افهم هل انا بس كده ولا في حد تاني برضو كده، خصوصا ان انت برضو انت مكمله وحياتك دلوقتي هناك وهنا، صح؟ يعني حبه هناك وحبه هنا، هيبقى عندك الاكسبيرينس اكتر. انا برضو لما قعدت في نويبع كان تقريبا قعدت سنه 4 شهور، ما قعدتش كتير، بعدين رجعت تاني للقاهره. طبعا ده كان شيفت كبير قوي. ايوه. فنمسك كده بقى كام نقطه نقول عليها. لما مثلا بنقول في ضغط مجتمعي بيحصل على البنات، فايه اكتر حاجه بتيجي كده بوب اب في دماغك؟ ايه اكتر حاجه بيبقى عليها ضغط؟ بصراحه اكتر حاجه بحس فيها بالضغط ده ممكن تبقى حاجه رمزيه جدا، بس بحس القاهره ليها يونيفورم ما ينفعش اخرج براه، ولو خرجت براه انا هدفع ضريبه مش قليله. اوكي. لانه انا اصلا كده كده عشان انا بنت او ست ماشيه في الشارع انا اوريدي بدفع ضريبه اوتوماتيك. فاهمكي. لو بقى خرجت عن الانماط اللي كمان منتشره او شائعه او مقبوله لا انت كده هتدفعي زياده. اوكي. فطبعا كان في ضغط رهيب رهيب، والمشكله بقى ان انا ما كنتش مدركه الضغط ده انه عليا الا لما سافرت سيوه. انا ما كنت الاوتو بايلوت شغاله. يعني بمعنى اصح نشأت فيه لدرجه ان هو بقى نورماليزد بالنسبه لي، انا مش حاسه ان في حاجه اصلا. وده حسيته لما اكتشفت لما روحت سيوه انه جسمي كان شايل حاجات كتيره قوي، ولما بقت الحاجات دي ملهاش لازمه وملهاش لازمه تتعمل في المكان اللي انا عايشه فيه دلوقتي اللي هو كان سيوه، اتخضيت. اتخضيت انه يا ترى ايه كمان عندي او انا معتبراه فيا، معتبراه انا، وهو عباره عن كوبينج ميكانيزم انا محتاجه اعملها عشان اتجنب نظره، اتجنب لمسه، اتجنب كلمه، اعمل حاجه زي ما المفروض كلنا نعمل، فاهمه؟ فالضغط المجتمعي بالنسبه لي هو اليونيفورم اللي ما ينفعش تخرجي عنه، في اللبس، في الكلام، في الشكل، في الاراء، في كل حاجه، كل حاجه. هل في سيوة الوضع مختلف؟ يعني بتلبسي براحتك بشكل ما او مرتاحه اكتر في اللبس اللي انت لابساه، حتى في الاراء، او انت تقولي الاراء مختلفه. فهل في سيوه لو مثلا اتكلمتي براحتك هل ده الناس هتديكي مساحته، ولا هيبقى لا في حاجات برضو انت يبقى في تحفظ بشكل ما؟ بصي سيوه مجتمع صغير، وزي اي مجتمع صغير برضو عندهم اليونيفورمز بتاعتهم، بس انا لما رحت هناك ودي الميزه انه انا بيعتبروني اجنبيه. اوكي. بين قوسين اجنبيه. ما حدش بيقول وافد، حدش بيقول وافد، بيقول احنا بنعتبركم اجانب. فده لي بريفيليج انه انا ممكن البس براحتي within المعقول، وكده كده هيتبص عليا عشان انا بنت ماشيه في الشارع، وده حاجه ليها علاقه بسيوه قوي. سيوه ستاتها ما بيخرجوش الشوارع، ولو خرجوا هي بتبقى مغطاه بالكامل، فانتي ما تعرفيش اصلا مين اللي ماشيه دي. فالراجل لو مراته ماشيه قدامه مش هيعرفها، لو اخته ماشيه قدامه بالشكل ده مش هيعرفها، فاهمه؟ لكن انا بالنسبه له واحده ست مكشوف شعرها ووشها ولابسه بنطلون
وخارجه بشتري حاجات، واقفه في السوق، واقفه في عند بتاع الخضار. فده بالنسبه له كانت حاجات تستدعي الفرجه، بس مش فرجه جارحه، فرجه بتاعت ايه ده حاجه مختلفه عننا. وكل مكان بيفرض اكيد حدوده وقيوده على الحته اللي جايه عليه. انا ما كنتش حاسه ان انا قادره اتكلم في كل حاجه، بس ما كانش عندي احتياج ان اتكلم في كل حاجه، لانه في نص الاحتياجات اللي كانت عندي هنا ما بقتش محتاجاها اصلا وانا في سيوه. يعني انا مش محتاجه اتناقش مع حد في ان انا من حقي اقلع الحجاب، ان انا من حقي ما امشي بشعري، ان انا من حقي اخرج اتمشى بالليل. انا مش محتاجه اتناقش مع حد في ده. هنا انت محتاجه تبرري كل حاجه لكل حد، من اول الناس اللي عايشين معاكي في البيت لحد البواب اللي عندك تحت في العماره، لحد اللي بتاع السوبر ماركت. يعني هتلاقي دايما في وبدون تحفظ خير ان شاء الله، فاهمه؟ ده ما كانش موجود في سيوه. فانا نوعا ما لقيت السكه بتاعتي اللي محدش على الاقل هيسالني ليه، فاهماني؟ اكيد برضو زي ما بقولك كل مكان وليه قيوده، مش يعني. وده اعتقد ان هو من الحكمه ان انا احترم المكان اللي انا داخله عليه، مش ان انا اخش عليه بزعابيبي بحواراتي بطبيعتي بتاعت القاهره اللي كانت تنفع ممكن هناك ما تنفعش عندهم. ده مش من الحكمه. انا عايز اشوف انا ازاي هبلند ان في وسطيهم، ما حاسس ما اخليهمش هم مش مرتاحين، وادور على طريقه اخليهم هم كمان ما يخلونيش مش مرتاح. فاهمه قصدي؟ بس فانا شايفه انه يعني الموضوع محتاج شويه موازنه، ولكن وضع هنا وعن هناك يعني ما ينفعش تقارني حتى بين صراحه. انت قلتي حاجه كويسه قوي دلوقتي، فعلا عملت لي ريفلكشن في دماغي لحته ان هناك الضغط بيبقى اقل، فانت ما عندكيش اصلا النيد ان انت تتكلمي او تقولي. فدي فعلا، وانا في نويبع برضو نفس الكلام، اللي هو ضغوط اقل في المجتمع، مش حتى في اللبس. يعني انت هنا، انا عموما بحكم شغلي برضو ببقى لازم ابقى لابسه حاجه معينه مهندمه، فخلاص بقى ده ستايل لبسي. فهنا بتبقي لا، انت لو شكلك مش عاجبك او حاسه في حاجه غلط مش هينفع تروحي الشغل كده، مش عارف ايه. هناك لا، انت في شبشب وبنطلون على اي حاجه مش عارف ايه، وبتنزلي بتحسي ان انت اهدى شويه، فبيبقى عندك مساحه في مخك، مش بتفكري في لبس بقى وميك اب وكده، لا بيبقى مساحتك عندك مساحه تفكري في حاجات اكتر، يعني ديبر، اعمق بشكل تاني. صح. انا عايزه اقول لك نقطه يا نوريا، انه انا لما بروح سيوه حتى الان انا بروح تقريبا ممكن كل شهرين كل 3 شهور اروح اقعد 10 ايام عشان ظروف شغلي. انا لما بروح سيوه لازم اقعد حوالي يومين او يومين ونص ل3 ايام بديتوكس من القاهره. يعني انا بروح بالانكزايتي بتاعتي، وهناك الطبيعه حتى معيشتي انا لما بروح سيوه في ال10 ايام دول تبقى مختلفه تماما عن هنا. انا هنا ما اقدرش اقعد، لازم ابقى بعمل حاجه، ولازم ببقى بعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت كمان. لما بروح سيوه انا يعني ينفع اقعد كذا ساعه ما بعملش ولا حاجه. فده لحد دلوقتي لسه بيخليني حاسه ان انا بروح هناك بقعد اتهز كده، في ايه انا المفروض ابقى بعمل حاجه، هو انا ازاي ما بعملش حاجه؟ دلوقتي بعد التكرار كذا مره ان انا اروح ويجي لي الشعور ده، بدات اتكلم معاه انه لا، هو هنا ممكن ما نعملش حاجه ويبقى اوكي. هنا ما فيش حد بيجري ورانا وهنلحق كل حاجه والدنيا ماشيه بالراحه وانس اوكي. في وقت انا هنا ممكن اتنفس بين الحاجه والحاجه، ممكن اتنفس. ده مش موجود هنا خالص. مش موجود هنا خالص. يعني انا من ساعه كورونا خلاص انا ما بقتش بنزل اشتغل اوف لاين، بس ما بنزلش اماكن اشتغل، بشتغل اونلاين بس. فانا شغلي هو مكان معيشتي، هو مكان نومي. فده احيانا بيخلق لخبطه، ما بيبقاش سهل ان انا افصل ما بين الاشياء. ممكن ده يعمل ضغط احيانا. الشغل بدل ما ياخد 4 ساعات ممكن ياخد 8 ساعات، ممكن اشتغل اكتر عشان بس انا مش عارفه امتى افصل، ومفيش حاجه بتفكرني اني افصل. لكن هناك في سيوه كل حاجه بتفكرك تفصلي. الشروق، يلا نروح نتفرج على الشروق في المكان الفلاني. جه وقت العصريه الناس كلها ما ينفعش اخرج اشتري حاجه وقت العصريه ولا وقت الظهريه عشان كله بيصلي، في المحلات بتقفل. وقت الغروب يلا بينا نروح نتفرج على الغروب في مكان. ففي دايما في طقوس للبلد كانها بتعمل وقفات في حياه الاشخاص عشان يقفوا ياخدوا نفسهم. فاهمه قصدي؟ هنا مفيش قطر يعني يا تركبيه يدوس عليكي.
ففرق شاسع بين الاتنين بصراحه. احنا اتكلمنا في الضغوط واتكلمنا في الحاجات اللي سواء يونيفورم هنا اللي بيحصل او هناك الدنيا بتبقى اهدى، فسواء هناك او هنا، بس هو اكتر في سيوة. هل الضغط بتحسيه ضغط مباشر؟ هل في حاجه لا دي هو كل يوم انت بتتعاملي معاه، ولا بتحسيه لا خفيف مش باين ما بين السطور؟ فاهمه قصدي؟ فسواء في القاهره او هناك بتحسي الضغط ده عامل ازاي؟ الضغط هنا مضطره اتعامل معاه ومحتاجه اتعامل معاه، الضغط هناك مش مضطر. الضغط هناك ممكن اتجنبه عادي. بس مش بيبقى واضح وصريح. بصي دي اظن ان ده شيء يتغير على حسب طبيعه الاشخاص. يعني في ناس طبيعتهم ان هم اجتماعيين واوت جوينج وما عندهمش مشكله مع ان هم يشوفوا ناس اغراب طول الوقت ويتكلموا في حاجات كتير طول الوقت، وده انا مش كده. انا كانت بالنسبه لي ان انا اخرج اتمشى من بيتي لحد السوق، وده ياخد مثلا تلت ساعه او نص ساعه، والناس تبقى بتبص لي عشان بس انا شكلي غريب مش عشان التحرش. ده كان بيخلق ضغط عليا، بس اخد معايا 3-4 شهور وبعد كده اتعودت عليه. فاهمه؟ لكن يعني هناك في ضغوط يمكن التصالح معاها لو انا مضطره، وهي ما بتبقاش ضغوط بمعنى هي ضغوط اختلافات. فاهمه؟ مش ضغوط رفض. يعني انا بحس التحرش ده بيبقى فيه رفض وبيبقى فيه هيمنه. ده مش اللي بيحصل في سيوة. اللي بيحصل في سيوة انه انت غريبه ومختلفه فانا هتفرج عليكي بس. اوكي. سبيشالي كمان انه انا رحت انا يعني سيوة في البدايه خالص كان اجانب بيروحوها زي دهب كده زمان، بس ما كانوش كتير برضو، وكانوا عايشين في وسطهم تمام ومندمجين معاهم خالص. في حصل طفره من بعد الثوره 2011، بدأ بقى مصريين كتير يروحوا واجانب اكتر يروحوا، فالمجتمع هناك بدأ ينفتح بشكل مفاجئ عليه هو. فده خلق عندهم عادي اظن ممكن يبقى فيه حركه كبيره زي دي ممكن تخلق اضطراب. بس بعد كده الاصول بتاعه سيوة وعاداتهم وتقاليدهم رجعتهم تاني نهدى شويه. فاهمه؟ لانه اكتر حاجه حلوه في سيوة انه في كبير تكلميه. فلو الضغط ده بيخلقوا شخص ما او بيخلقوا جماعه ما او اتحطيتي في موقف غير مرغوب فيه وحد اتصرف معاكي بشكل مش مناسب، في كبير تكلميه. هنا الحمد لله مفيش، هنا منك لربنا. هو موضوع سيوة ده انا اصلا رحت سيوة مره في حياتي وقعدت اسبوعين تقريبا، بس انا كنت اول ما رحت كنت مستغربه موضوع ان الرجاله وانت ماشيه بيبصوا، مش بيبصوا عليا، بيبصوا عينيهم كده. فانا ما كنتش فاهمه الموضوع اللي هو كنت في الاول حسيت ان هو موضوع مش مريح بالنسبه لي، انت ماشيه وحد باصص لك كده اللي هو. بس بعد كده فهمت ان هو لا بسبب الطبيعه والستات بس. هم كان اول كام يوم ضغط. هو طبيعي لو حد بيبص لك وانت ماشيه بتحسي ان هو انت كده متراقبه طول الوقت، متراقبه. حد باصص عليكي واللي هو انت ملحوظه. وانا اصلا شخص ما بحبش ابقى ملفت للانظار يعني، فانا هناك ببقى مفيش اي حاجه ملفته للانظار، هما بيبصوا. فاهمه؟ أيوه. بعكس هنا يعني، انت عكس هنا، انت لو نازله بلبسك الطبيعي العادي ما حدش هيبص لك قوي الا لو حد مختل عقليا. هناك يعني في الاول كده بتحسي ان في حاجه غريبه، بس هو طالع من حته اللي هم موضوع غريب، هي ثقافه. أيوه. مختلفه عكس برضو هنا. يعني هنا لو حد باصص لك قوي انت ممكن تتخانقي معاه عشان أيوه. دي الحاجه غريبه. ايوه فاهمه؟ فهو هناك لا، الوضع عشان هو ده غريب بالنسبه لهم فهو ثقافه. وحسيت اللي هو اوكي ما دام انت تمام بتبص مفيش اي نو هارم، فاوكي خلاص هحاول اتفهم ده. وبدات احاول البس حاجات برضو ما تبقاش برضو ملفته قوي، بس انا برضو مهما عملت تبقي ملفته عشان انت مش محجبه. أيوة. برضو وغريبه، حاجه باينه منك وغريبه. ايوه بالظبط. فكانت دي حاجه بالنسبه لي بس بسيطه يعني، هي بسيطه يعني مش كتيره يعني. ماشي. ما بين بقى هناك وهنا، هو السؤال ده حاسه انتي جاوبتيه بس ممكن يبقى عندك حاجه تانية. ايه اكتر فرق حسيتيه ما بين العيشه هنا والعيشه هناك؟ انتي قلتيه الحته بتاعه ان هناك الدنيا اهدى، سلو ليفنج. يعني هناك السلو ليفنج يعني هناك ما تعرفيش تمشي حاجه بسرعه. حتى لو عايز تمشيها بسرعه، حتى لو جايه بانرجي القاهره واهدافها وعندك اجنده وعندك مصالح وشغل مع ناس،
مش هتعرفي تمشيه بسرعه. هتنقلي على طول التايم زون بتاعت سيوه. سيكا اهو غصب عنك. ونفس الكلام برضو في نويبع. الدنيا تحسي انت مفيش رش، مفيش حاجه هناك. والله حتى الوقت، شعوري انا بالوقت بمرور الوقت بيختلف تماما. يعني الفرق ما بين الساعه 1 و3 هناك مختلف عن الفرق بين الساعه 1 و3 هنا. معرفش ازاي، بس هو الشعور نسبي يعني. لا انا هناك بحس كمان اليوم طويل قوي وعندك حاجات كتير وعندك وقت بتصحي بدري، فبقى عندك بركه في الوقت. مش مستعجله بقى عشان تلحقي باص ولا تلحقي أيوة. حاجه ولا أيوة. الدنيا هاديه عادي. دي اكتر. تلحقي مواعيدك لو اديتي ميعاد لحد ميعادك عادي هادي وتوصلي بدري. ايوه مفيش زحمه مفيش حاجه. فكانت الحياه هناك اهدى من فكره الجري اللي هنا. ايوه هي اكتر فرق فعلا ان انت قلتيه ده سلو ليفنج، الحياه الهاديه. طيب ما بين هناك وهنا بقى تفتكري ايه اكتر حاجه المجتمع بيضغط علينا فيها، سواء برضو هي كومن برضو ما بين هناك وما بين هنا؟ الكلام ده انا عندي كام حاجه في دماغي يعني، بس حابه اسمع رايك. بصي اللي انا يعني ادركته تماما انه مفيش استنباط. يعني مش بالضروره عشان ابقى ناجحه ابقى بشتغل في شركه وبروح الشغل كل يوم من 9 ل 5 وباخد اوفر تايم وبشتغل اكتر من شغلانه السحله بتاعت القاهره دي بصراحه بتسرق وما بيلحقش. انا ما كنتش لاحقه افكر هو انا عايزه ده ولا لا، هو ده شبهي ولا لا، انا عايزه استمر فيه ولا لا، هكمل فيه حياتي ولا لا. ما كنتش لاحقه افكر. انا بجري عشان الحق ابقى زي اللي شبهي، ابقى زي اللي في سني، عشان في عندنا مواعيد في قطر هيجي يوم 30 او سنه 30 وده الجري ده. والقاهره او المدينه ما بتديش فرصه للانسان ان هو يقف ياخد نفسه ويفكر هل ده انا محتاجه ولا لا. ودي انا اتعلمتها في سيوه. انا هقف لحظه افكر ده انا محتاجاه ولا لا. انا طبيعتي مينيماليست اصلا. فانا ما كنتش قادره اكتشف ده حتى وانا في القاهره، لانه كل حاجه في القاهره بتدعو للتكديس وتدعو للمزيد والاستهلاك بالظبط. في سيوه لحد دلوقتي لو انت عندك هنا في طلبات 15 ولا 20 نوع شوكولاته، انت هناك ما عندكيش غير 4 وفي منهم 22. فالاوبشنز اقل بكتير. فانت بتلاقي انه حتى يعني تقليل الاوبشنز معناه تقليل الانكزايتي شويه. فتبداي تسالي نفسك هل انا محتاجه اصلا ولا لا. انا لما رحت نظام حياتي كله اتغير، صحياني ونومي واكلي وشربي وحركتي تماما اتغيرت. ف لا يعني فرق كبير. في حاجه في دماغي برضو ممكن تبقى كومن ما بين هناك وهنا، هي فكره الجواز. هنا بيبقى حاطين عندنا ضغط بدا انت خلصتي جامعه مثلا فايه مش هتتخطبي، فوانس انت عديتي 30 وما اتجوزتيش بيبقى في ضغط مجتمعي. فهل هناك برضو عندهم الضغط ده؟ بس انا عارفه تقريبا هم هناك بيتجوزوا بسن اقل بكتير من عندنا. يعني حاسه ضغط الجواز واحد صح؟ بصي بحكم انت هو عشرتيهم الضغط لا كل دلوقتي اللي انا بكلمك عليه ده وجهه نظر وافده على مجتمع صغير منغلق على ذاته، تمام؟ فانا بكلمك عن وجهه نظري انا. لكن لو انا دلوقتي هخش جوه المجتمع ده وهتكلم كحد منه، فلا في ضغط شديد بيمروا بيه هناك. اللي عندها 19 سنه عنست. اوكي فاهمه؟ هناك بيتخطبوا من وهي عندها 12 و13 و14 سنه او اقل، يعني اقل من كده. 14 سنه دي ممكن تتجوز وتجيب اطفال. فلا في ضغط رهيب وشديد وعلى الجواز. في اطفال بيرعوا اطفال. يعني هناك الخلفه برضو مازال تفكيرهم فيها مش مقنن ولا في اي توعيه. البيت الواحد اللي هي الاسره الواحده ممكن اقل حاجه فيها 4-5 اطفال وفي اكتر. فانت لو هتتكلمي عن الضغط اللي بتتعرض ليه الستات هناك، لا في ضغط بتتعرض ليه الستات هناك بلا ادنى شك. يبقى من ناحيه الجواز اكتر صح؟ مع انهم ما عندهمش ضغط شغل مثلا.
لا يعني ضغط الشغل خالص. عندهم ما عندهمش اللي هو لازم تشتغلي وتسيبي على خالص نفسك وكده. بالعكس. بالعكس دي لفتره قريبه جدا دي كانت عيبه، ومحدش يشتغل الا اذا مضطر، ده حتى الان. لكن اللي مش مضطره ما خلاص. حتى يعني يعني لو البنت متجوزه من حد مرتاح، خلاص مفيش شغل. مش مفيش مضطرة شغل أكيد. لو عايزه، مش مضطره. مع ان ممكن تبقى فنانه وعايزه تعمل مش عارف ايه، بس لا هي مش مضطره، حتى هي من جواها انا مش مضطره. مفيش لسه انا عايزه اعمل ده، انا محتاجه اعمل ده مش عشان فلوس، بعمل ده عشان عايزه اعمل ده. ده مش موجود لسه، ده مش موجود خالص. الضغط يعني خلينا كده يبقى يعتبر احنا مش بنقارن خالص، بس طبعا. بحاول افهم المجتمعات عامله ازاي. فاعتقد الجواز ده مشكله كومن مش في مصر بس، برضو في الوطن العربي. وحتى على فكره في بلاد في اوروبا بيبقى الواحده لما بتعدي سن معين اللي هو انت لسه ما اتجوزتيش، انت لسه ما عملتيش، كأن انك يبقى عندك اسره او عندك بيت، ده بيبقى حاجه برضو هي ضغط على كل البنات هنا بره في كل حته يعني. طبعا. احنا بقى اتكلمنا عن الضغوطات بشكل او باخر، وخلينا متفقين ان في ضغوطات هناك اقل كده كده على البنات. تعالي بقى ناخد حته شويه لايك كلوز اب كده، انك انت دلوقتي عامله مشروع. ممكن تديلي بس بريف على المشروع؟ لحد دلوقتي عارفه انت بتعملي مشروع جامد جدا، بس انا ما اعرفش انت بتعملي بريف كده. انت بتعملي المشروع مع سيدات الامازيغ مش البدو. عشان دايما بطلب سيدات الامازيغ. انت بتعملي معاهم ايه بالظبط؟ بصي انا فاكره الليله اللي قلت لك عليها وهنقوم نعمل من ساعتها، وانا عملت باسكتس كتيره خالص وكنت بهدي صحابي زي الحلفه كده او كده الحاجات دي. كنت الاول بشتغل من شجره معينه اسمها الجزورين، بس حسيت بعد كده انه انا مش هقدر اعلم حد يعمل ده، عشان لو المشروع اشتغل هنأذي الشجر ده، والشجر ده ليه لازمه. فقعدت رحت سيوه، قعدت شهرين بعمل بكتشف الخامات المختلفه. ده كان الهدف من الشهرين دول، اكتشف الخامات المختلفه اللي ممكن اعمل بيها شغل وادرش البيئه، بالعكس يعني يساعد. فوصلت لنبته كده بتظهر عند كل المصارف وجوه كل الاراضي اللي ما حدش بيعتني بيها، اسمها الحلفه. وبدات شغلي بيها وعلمت ستات، واكتشفنا ان المنتج بتاعنا عادي بيدوم وسهل الغسيل ومنتج لقطه وخاماته هو عباره عن ايه المنتج؟ المنتج يبقى هوم ديكور، بيبقى في حاجات لاستخدامات في المطبخ، ويعني هو خامة تتحمل الحرارة، مش بتتكسر بسهولة، سهلة تتغسل، يعني حاجة سهلة قوي تتحط في أي مكان وهتدي المنظر ويعني ستايل بوهو لطيف جدا. ممكن بصي حاجة شبه اللي هناك ده اللي متعلقة لذيذة قوي. ومع الوقت بدأنا ندخل بقى في الشغل ده أخشاب من اللي موجودة هناك. بدأت يعني أنا كل اللي كنت بفكر فيه إن أنا عايزة أقلل قوي أي خامات هم محتاجينها من بره، عشان البروجكت ده يستمر على قدر الإمكان منه لنفسه جوه سيوة سيستم. بالظبط. فبس طبعا ده مش سهل قوي، لان في حاجات كتير قوي موجوده في القاهره، اوبشنز طبعا مش موجوده خالص في سيوه، والاوبشنز قليله قوي في سيوه، ومش بالضروره تكون احسن حاجه. بس اللي انا بجيبه من القاهره قليل جدا. يعني لو انا هحسبه في الشغل اللي بيطلع، الحاجات اللي انا بجيبها من القاهره مثلا ما تعديش 30% من المنتج ذات نفسه. بقيه الحاجات كلها جايه من سيوه، اخشاب والحلفه والايدين اللي عملت طبعا. هو كان ايه السؤال؟ المشروع بتاعك. بس ده المشروع. طيب بمناسبه ان انت اشتغلتي مع سيدات البدو، فانت بتتعاملي معاهم بقى بصوره اقرب من بكتير ان انا اروح واحده اتعرف عليها ازيك عامله ايه الاخبار وسلام. انت بتشتغلي معاهم وبتقضي معاهم وقت. ايه اكتر حاجه فاجئتك في سيدات، انا برضو مصممه بقول بدو ايه اكتر حاجه فاجئتك مع السيدات في سيوه؟ فاجئتك بعلاقتهم اصلا بنفسهم، يعني هم عاملين ازاي، طبيعتهم، طريقتهم، ما كنتيش متوقعه اصلا هم مثلا يبقوا بالطريقه دي، في حاجه ما كنتيش عارفه عنهم، يعني اتعرفتي عليهم ازاي؟ يعني قولي لي ايه الحاجات المختلفه وفاجئتك انت اللي هو واو ده ازاي، فاهمه؟ انا اتفاجئت بصراحه ان هم عندهم فضول شديد وجرأة في السؤال والاستفسار
والتساؤلات بيقولوها بيطرحوها بكل صراحه ومن غير ما حد يعني احنا مش عارفه يمكن انا ده لوحدي بس انا في القاهره قبل ما اقول الكلمه لازم افكر 5-6 مرات عشان هاذي مين وهقول ايه وده هل ده هيجرح شعوره وهل ده ممكن يمسكها عليا بجو ده ايوه طبعا ده ضغط اصلا لو طنط مش عارف ايه هتمسك على هتقول عليا ايه. اوكي هم ما عندهمش دي. عندهم انت جيتي قاعده في وسطينا بتشتغلي معانا بيسالوا اي اسئله ممكن تخطر في بالي بيسالوها. يعني دلوقتي قبل انا رحت لهم قبل ما اتجوز كان ناس يقعدوا معايا لاول مره يقولوا لي انت متجوزه ولا لا. بعد ما بس اتجوزت دي بتحصل هنا يعني بحسها يعني اي تجمعات او اي حاجه او يشوفوكي وانتي اللي هو انتي في دبله في ايدك انتي مقري فتحتك انتي حد بيتكلم عليكي مش عارفه انا حاسه ان انا ما مريتش بده عشان انتي اصلا برضو السوشيال ممكن. انا بقول لك يعني سوشيالي ريتارد. بس انا هناك انا كنت مضطره يعني بشتغل معاهم بصراحه ما كنتش مضطره. المشروع بتاعي انا عملته بحب حتى الان مستمره فيه بحب. فكنت بتفاجئ جدا بالاسئله دي. وبعد ما اتجوزت اي واحده فيهم اخش عليها لاول مره تشوفني انت حامل ما خلاص بقى احنا شايفين الدبله عندك اطفال ايه يبقى كده ضغط تاني بقى اهو هت امتى هتجيبي امتى. فعندهم لان دي بالنسبه لهم حاجات بيتكلموا فيها كل يوم وحاجات اساسيه. ما ده هيرفلكت بقى على حته ان الجواز ضغط هنا وفي كل حته ان برضو اتجوزتي طب اتجوزتي هتخلفتي لازم فكره الاسره وان البنت ده الجول بتاعها بشكل ايوه ايوه دي حقيقه. ما حدش بيسال انت بتشتغلي ايه اتجوزتي وخلفتي ولا لا. اهم من بتشتغلي ايه دي كتير. ما حدش لحد دلوقتي من السنه شغاله معاهم يعرف ان انا مترجمه وليا كتب ما يعرفوا يعني. مش دي الاسئله اللي بيسالوها عشان هو الضغط هناك عامل ازاي. وبعدين هقول لك حاجه انا عايزه اقول لك انه الستات اللي فيهم عايزين يشتغلوا وعندهم طموح في الشغل غالبا مش بيلاقوا الدعم ولا حتى من اقرب الناس ليهم. بالعكس بتبقى بيتك اولى وده بيخلق يعني عليها ضغط مضاعف انها محتاجه تخلص الواجبات المجتمعيه دي اللي هو خلصي جوازك خلصي خلفتك نظفي بيتك اطبخي اكلتك اعجني امسحي اعملي كل ده. عايزه اشتغلي بعد كده ماشي هنقرفك بس ماشي كده. اوكي. فالستات اللي هناك بيشتغلوا قليلين جدا. قليلين جدا اقصد بيها الشغل اللي هو غير معتاد عليه غير التطريز. التطريز ده بالنسبه لهم حاجه هم اوريدي بيعملوها لنفسهم والبعض ودلوقتي بقوا بيعملوها لناس تانية. فهي مش حاجه جديده. لكن في دلوقتي ناس بيشتغلوا في حاجات اداريه ولو تشوفي قد ايه عندهم طموح واصرار على التعلم والذكاء. بس حاجات اداريه في سيوه فعلا عندنا انا دلوقتي مدير الجمعيه في سيوه وكل اللي شغالين معايا تحتيه سيدات بس كلهم ستات. اقصد المكان كله ستات عشان انا برضو 100% المكان ده لو دخلوا راجل واحد في اي وقت الستات كلها مش هتعتب تاني يوم تماما. فلا في وظائف اداريه بدات تظهر لانه هم خلاص دخل عليهم وافدين. الوافدين دول مش جايين ايديهم فاضيه لا جايين اللي عايز تفتح جمعيه واللي عايز يفتح كافيه اللي عايز يعمل مش عارف. معظم الحاجات الرجاله هم اللي متخصصين فيها اداره فنادق الشغل مع الناس فيس تو فيس والكلام ده كله. لكن في مجتمعات مغلقه للسيدات ما ينفعش يدخلها راجل فبالتالي بدأ يطلع منهم سيدات عندهم طموح شغل في الإدارة في اللغات اللي منهم عندها طموح بتتفاجئي بقدرتها على استغلال الفرص اللي ممكن انت اصلا دي ما تبقاش بالنسبه لك فرصه. لو احنا في القاهره دي مش فرصه لكن بالنسبه لها هتشوفها تستغلها اقصى استغلال ازاي. وبيبقوا ممتازين حقيقي. بس برضه هيبقى فيك حته الليميتيشن بتاعه ان هم لازم يبقى مكان ما فيهوش رجاله وبتاع فهي تشتغل في مكان لازم يبقى فيه شروط معينه. فده هل ده عمل لهم ضغط ولا هي اهم حاجه عندها لا ان هي خلاص بتشتغل بغض النظر بقى المكان عامل ازاي؟ هم يعني يا نوريا عاداتهم وتقاليدهم بيتعاملوا معاها كمسلمات مش كحاجه قابله للنقاش. اوكي. فبالتالي ده بالنسبه لهم مش ضغط ده الطبيعي. هم قابلين الموضوع. ده الطبيعي. مع ان هم بيخرجوا بره سيوه على فكره
الست تخرج بره سيوه، تنزل عند بتاع الخضار، تتكلم مع السواق، تتكلم مع البياع عادي، تختلط برجاله، تنزل مواصلات، مفيش اي مشكله. مم. بس دي عوايد سيوه، مم. فاهمه؟ اللي تعمل كده بره عادي ما يقولوش عليها حاجه، بس لو عملت كده جوه سيوه يتقال عليها كل حاجه، مم. طب ما ده فاهمه؟ ضغط بشكل ما يعني بتاع المجتمع بس ما تختبروش غير اللي بتخرج، اوكي هم قلما ما يخرجوا. قليل قوي بالظبط. بالظبط. لكن لو واحده جت من بره حكت ده، هتبقى بالنسبه لها انت ايه اللي انت بتقوليه ده اصلا؟ ما حدش هيختبره الا اذا جربه بنفسه. اوكي ما حدش يحس بالضغط ده الا اذا جربه بنفسه. فاهمه قصدي؟ فهماكي ان هم الناس هناك الستات هم ليهم الحريه ان هم يشتغلوا، فبيحسوا ان هم بياخدوا نفسهم ليها، حاسه بكانها ان هي بتشتغل، بس الحريه دي ليها ليميت، ان هي ممكن في اي وقت حد يقول لها لا ما تكمليش شغل ومش عارف ايه. بس تفتكري لو حد قال لها كده هتحس ان هي متضايقه، ولا ان هي خلاص اوكي هتعملها بكل نفس الراضيه؟ يعني هل شفتي في حق واحده لا انا عايزه اكمل في قليلا من التمرد عن وضع ما؟ هل قابلتي ده ولا انت لسه ما تعمقتيش للدرجه دي؟ انا تعمقت بس ما شفتش ده. اوكي. اعتقد انه لسه شويه على انه حالات التمرد الصغننه دي اللي هو بس عايزه اقول لك انه في نماذج مفاجئه، في نماذج من بنات سويات لأب وأم سويين خرجوا بره سيوة طبعا بدعم من أبائهم، خرجوا بره سيوة، اتعلموا في اسكندرية ولا اتعلموا في القاهرة، راجعين شخصيات تانية خالص، راجعة كأنها مصرية، حتى بيتم التعامل معاها على أنها مصرية. يعني نسبة 20% بيقول لها انت ازاي ابوكي وامك سيويين، بس هي كاشفه وشها، بتلبس براحتها، بتلبس عشان اللي فوقيها، عشان اللي فوقيها سامح لها بقى، سامح لها، فمحدش يقدر يتكلم معاها. فاهمه قصدي؟ لكن لما يكون المنظومه كلها بتدعم انه لا، هي لا خلاص هتعملي ايه؟ مش بمزاجك. فاهمه؟ يعني مش عارفه، يعني بحط نفسي كده مكانها، لان برضو انا من الناس اللي مش هقول تمردت، بس انا من الناس اللي هو لو انا حاجه بحبها انا هحارب علشانها وابقى عايزه اعملها وعايزه اعمل كذا. فمش عارفه هل لو انا كنت مكانها بشكل ما هل كنت هتقبل الموضوع. بس حاسه ان الموضوع برضو هيتحط في اطار العادات والتقاليد والاهل، وان زي ما انت قلتي محدش هيطلع من جده. بس هي بقى هناك برضو ممكن التفكير بتاعهم مختلف. يعني احنا عشان عندنا هنا اوبشن في القاهره، فاللي هو انا عارفه ان انا لو صممت او حاجه ممكن يبقى عندي نفاذ ان انا اعمل اللي انا عايزاه. لكن هناك هو المجتمع اصلا مقفول، فخلاص هتسلم. يعني خلاص انا متضايقه ومقهوره بس بالظبط هتسلم يعني. بالظبط. تخليني اسالك سؤال تاني، هل هناك قوه الستات يعني كل واحده لا قايمه بذاتها، ولا عاملين كده وومن امباورمنت على صغير في سيوه؟ يعني هم مع بعض يعني يشجعوا بعض، يساعدوا بعض؟ في السياقات وسياقات اخرى لا، لانه مفيش واحده هتقف جنب واحده مثلا عايزه تتمرد على حد قولنا احنا الاثنين، مش هتعرف تدعمها، لو دعمتها هتنال جزائها. فاهمه؟ ففي دايما التخويف بتاع انا هقدر ادعمك طول ما اللي فوقيكي موافق، اللي فوقيكي مش موافق انت مع نفسك. بس هي من هناك الستات مش لبعضها، يعني مش بيساعدوا بعض؟ بيساعدوا بعض جدا بس تو ليميت. يعني مش لدرجه انه مثلا واحده مثلا عايزه تتطلق لا قدر الله. لا انا مش بقول في الحاجات اللي هي شرسه، بس بتكلم ان واحده عايزه تساعد، عايزه تعمل حاجه لنفسها. ففي يعني women gathering women empowerment، صح؟ يعني بيتجمعوا مع بعض ويقعدوا يحكوا، يعني عاملين يعملوا قاعده كده زي دي، يقعدوا على يتكلموا طول. انا اصلا بعض. انا يعني اول حاجه من ضمن الحاجات اللي سالتهم عليها اول ما رحت لهم، انا كنت متخيله ان هم منغلقين حتى على بيوتهم. قالت لا، احنا ساعات بنتقابل في بيت واحده ونقعد نجيب حلويات وسوداني وشاي ونقعد ونشغل اغاني ونعمل قعده كده، ممكن نقعد يوم من الظهر للمغرب بنعمل كده. فهم عندهم برضو طرق ينفسوا بيها عن نفسهم بلمة بعض. الستات حاضرين مع بعض في كل حاجة، في الوحشة والحلوة، وشكل دعم بيدعموه لبعض، حاجة في غاية الجمال والنقاء. يعني لما تيجي واحدة بتتجوز، الفرح عندهم بيقعد 3 أيام، 3 أيام بيبقى فيها حنة وناس جايين من جميع أنحاء سيوة وليلة الفرح مثلا تلاقي اللي بتعمل رز واللي بتعمل وييجوا بيطبخوا الكميات مهولة من البني آدمين، وتلاقي جارتها هي اللي بتعمل كده
غالبا بيبقوا الجيران، مش حتى الاهل، ان الاهل ممكن يبقوا جايين من اماكن بعيده مش عارفين يساعدوا قوي، فبتبقوا الجيران هم اللي واقفين لبعض. حلو قوي. فدي حاجه، ده نموذج ده رائع. موجود في سيوه، موجود في نويبع كمان وفي سينا برضه. مم. حاسه الاماكن النائيه دي بتبقى الناس الناس مع لبعضيها بالظبط. ده بس الستات لبعضيها مش الناس، هي الستات لبعضيها لبعضيها الستات لبعضيها. مم. وده بيبقى ان انا اشوف ده بيبقى واضح قوي قوي بالنسبه لي. انا جايه من القاهره، اللي انا حقيقي ما اعرفش جاري اللي هنا ده متجوز اصلا ولا لا، في ست في البيت ولا لا. فده بيبقى بالنسبه لي اللي هو انتوا كانكم عايشين في بيت واحد كبير جدا مع بعض. وده بيخلي لما يبقى في حد فلتان ولا حد بيعمل تصرفات مش كويسه، بيلاقي بقى المجتمع ده كله واقف ضده. وفي نفس الوقت لو عايز تخرجي عن نطاق هذا المجتمع، تلاقي المجتمع ده كله واقف ضدك. فاهمه؟ فهي ساعات بتشتغل كده وساعات بتشتغل كده يعني. وهي انت ماشيه وحظك. وهي ماشيه. خلينا بقى ايه، رحنا سيوه وعرفنا بقى الستات والرحله. تعالي بقى نرجع تاني من ده عالم خارجي، نرجع لعالم داخلي اكتر عننا. وطبعا انا برضو يعني عاصرت شويه مع ستات البدو، فانا كان ليا حاجات، بس انا لسه ما عملتش مشروع فما اعرفش قوي يعني. عارفه في حاجات كتير متشابهه يعني. بعد ما رحتي سيوه وكده، تعالي بقى ندخل حبه صغننه جوه واسالك سؤال شويه داخلي. هل ان انت تروحي مكان بعيد، هل ده كان لا اختيار واعي، ولا كان رد فعل لحاجه معينه؟ انا عارفه ان كان في ضغوطات وكده، وايوه فاحنا ده يعتبر رد فعل، ولكن من جواكي كنت حاسه ان هو لا اختيار واعي وتمام، ولا كان هروب؟ بصي، مفيش اجابه واحده تنفع للسؤال ده، لانه بكل بساطه الموضوع كان مراحل. معايا انا شخصيا كان مراحل. اول مرحله كانت ديفنتلي رد فعل، وديفنتلي هروب. يعني انا كنتش طايقه اقعد في الجو ده ساعه كمان، فكنت عايزه مكان اهدى عشان اعرف ديكمبرس. بس يعني ما حدش هيبقى بيهرب سنه، فاهماني؟ خلاص انت هتعدي اللي انت بتهربي منه ده، خلص، كورونا خلصت والدنيا بقت تمام، وبقى في عندنا واقع جديد بنتعامل معاه. هتعملي ايه؟ هتروحي فين؟ دي الاسئله اللي انا كنت بسال نفسي. وساعتها اكتشفت انه هي في الاول الموضوع بدا معايا هروب، وبدا معايا محاوله للنجاه، وما كانش اختيار واعي. كان الحمد لله انه كان غير واعي، لانه لو كان واعي كنت ممكن افكر فيه وقت اطول بكتير. لكن دلوقتي ده اختياري. يعني انا حاليا بقرار واعي مش عايزه انزل اشتغل اوفلاين، مش عايزه انزل اشتغل في اماكن، مش عايزه اشتغل تحت حد. عارفه انا مش عايزه ايه في الشارع، عارفه انا مش عايزه ايه في اماكن الشغل، عارفه ده. فانت عرفتي ان ده اللايف ستايل انت محتاجاه يعني. ده اللي انا محتاجاه. بس ده اخد وقت. اخد وقت واخد تجربه، وكلها قرارات صعبه، كلها قرارات صعبه، لانه انا بخرج عن القطيع، او مش هقول قطيع، بس انا هخرج عن المألوف. والمألوف اللي مش مألوف ده اختياراته مش كتيره، لسه اختياراته مش كتيره. فكان محتاج تعديلات كتير وموائمات كتير من جوايا انا وفي المحيط الخارجي بتاعي عشان اعرف اكمل في اختياري ده. فانا دلوقتي بعد 6 سنين انا بقول لك ان دلوقتي حالا ده اختيار واعي. وانا at some point ان شاء الله هسيب القاهره خالص، وهبقى عايشه في مكان اقرب للطبيعه واقرب لنا شخصيا. يعني يا رب، انا كمان اتمنى والله اعمل كده. طيب هل سواء هناك او هنا بتضطري ان اوقات ان انت تعدي حاجه من حقك، او ان انت المفروض تتكلمي فيها عشان بس تمشي الدنيا؟ يعني هل الضغط بيبقى اوقات بيبقى سهل انك انت تعديه؟ او الستات عامه بتبقى مضطره ان هي عشان تمشي الدنيا فان هي تهندل الدنيا تسكت. يعني مقارنه بين هنا وهناك، هنا في حاجات كتير قوي محتاجه تسكتي عنها عشان دنيتك تمشي. هناك الحاجات دي اقل، لانه الحياه ذات نفسها ابسط بكتير، زي ما قلنا اهدى وابسط والدنيا ولكن
انا اظن في تجربتي انا كان انه انا الاقي صوتي هناك كان بالنسبه لي اسهل بكتير، وان انا اعرف اقف لنفسي واخد حقي هناك كان اسهل بكتير. مش علشان الوضع هناك مختلف، عادي احنا في نفس المجتمع المصري الشرقي الذكوري اللي الذكر عايز يفرض سيطرته حتى لو مش معاه حق and so on and so forth. بس انا قدرت هناك الاقي صوتي وقدرت اتعلم ازاي اقف لنفسي وازاي اخد حقي. هنا الحياه بتجري بسرعه قوي، ومش بتجري، يعني هي بتجري افقي وراسي، يعني هتلاقي انت مضطره تمشي لقدام وفي نفس الوقت في حاجه عماله بتضغطك مدينة لتحت. رمسيس. والله ده رمسيس. محطه مترو السادات. ايوه فده كان انا ما كنتش لاحقه الاقي صوتي خالص، لا الداخلي ولا الخارجي ولا في اي اتجاه، احنا ماشيين. بس لكن هناك واللي انا اتعلمته هناك بصراحه انه انه انا لما هتكلم وهحاول اخد حقي على الاقل انا هيبقى عندي مش هبقى مكسوفه من نفسي ان انا على الاقل حاولت اطلب حقي. واعتقد ان انا راجعه القاهره بده، بس مش شغاله قوي. مش شغاله قوي، يعني الدنيا هنا كبيره قوي، كبيره وسريعه، ومفيش حد بيقف يبص في عين التاني، مفيش حد بيقف يسمع التاني. انا بصراحه لما برجع القاهره ببقى حاسه ان انا عايزه اقعد في بيتي كده معززه مكرمه، هنزل بره البيت هتهان مش عارفه اخد حقي غالبا، فخليني قاعده في البيت احسن. طيب بالنسبه بقى ان انت كنتي في نويبع صح؟ قعدتي كام شهر؟ لا سوري، كنتي في سيوه. قعدتي كام شهر بعدين رحتي نويبع، قعدتي كام شهر بعدين رحتي سيوه تاني. من وجهه نظرك الشخصيه طبعا، انت شايفه قد ايه البنت عندها نسبه، يعني انا احسبها بنسبه المجتمع، ان هي تقدر تعيش بطريقتها زي ما هي عايزه، قبول المجتمع ليها، لو نسبه كده بسيطه تفتكري قد ايه؟ واكيد انت اكيد اتقابلتي مع ناس تانيين برضو سابوا المدينه وراحوا، يعني أيوة. زي مثلا أيوة. زي ناس تانيين. ايوه بس تقريبا تحس ان المجتمع قابل الواحده ان هي تعيش بطريقتها بنسبه قد ايه؟ عايزه اقول لك انه الحمد لله دي من الحاجات اللي عمال بيحصل فيها تغير سريع وملحوظ. في البدايه اللي هو بتكلم البدايه دي 2020 كان نسبه قليله، وكان بيتبص لنا كتير ولابسه ايه وماشيه ازاي وبتعملي ايه وعايشه ليه لوحدك وفين اهلك، فين ابوكي، فين امك. كل الاسئله دي كانت بتتسال. دلوقتي سنه 2026 مش نفس الاسئله بتتسال. بيتسال مثلا اكتر انت ايه اللي جابك هنا، عايز تعملي ايه. مش ما بيركزوش قوي على الماضي كان فيه ايه وازاي تعملي كده. الاول كان ازاي تعملي كده. ما زال في القاهرة، مع ان المكان المفروض او الثقافة المفروض انها اوسع واكثر شمولا والكلام ده كله، بس ده مش حقيقة خالص. بصراحة انا حسيت بالقبول اكتر ليا كشخص في نويبع وفي سيوة وكاختيارات. محدش يعني دلوقتي لما بقابل حد جديد من سيوة نادرا لما حد بيسالني فين امك وفين ابوكي وازاي عايشه هنا لوحدك، عشان تقبلوا الفكره اللي موجوده، تقبلوا انه في حد جاي لي من بره. عشان خلاص هم موجودين، اللي جاي لي من بره ده موجود واتس اوكي خلاص. انا فاكره حاجه في نويبع، لو انت اكيد هتبقي فاكراها، ان البدو كانوا بيقولوا على اي واحده جايه من القاهره مصريه، يقول لك دي مصريه. طب ما انتوا كمان مصريين بس لا دي مصريه. ايوه. انا كنت حابه اسمع منك اكتر النهارده بصراحه في القعده، وشكرا على القعده الجميله دي في بيتك. شكرا انت اديتيني الفرصه دي حقيقي. والله انا كنت عايزه اسمع اصلا، بس فكنت حابه اسمع منك اكتر. وحاسه احنا اتكلمنا على حاجات كتيره قوي، بس هي في حاجه اخيره، لو في بنت واحده هتسمع القعده دي وانت عايزه تنصحيها نصيحه صغننه كبيره بقى، شوفي يور مومنت، تحبي تقولي لها ايه؟ ابص الكاميرا، اعملي اللي انت عايزاه، فيل فري. عزيزتي المرأة، عزيزتي البنت اللي بتتفرج عليا، عايزه اقول لك انه ان التجربه تستحق ان انت تعرفي نفسك وتسمعي صوتك وتشوفي احتياجاتك الحقيقيه. الامر يستحق تماما ان انت تخوضي كل التجربه دي كلها على بعضها، بحلوها بمرها، يستحق. في الاخر الاوتكم انا ما اقدرش
مفيش حاجه في الدنيا ممكن استبدلها باللي انا وصلت له دلوقتي خالص، ولا فلوس ولا بوزيشن ولا حاجه مش عندي مفيش اي حاجه احلى من اني سامعه صوتي انا وعارفه امشي وراه. بس اعملي كده. هو بس عشان ايه الفيديو ما يبقاش بيحرض البنات ان هي تسيب خالص. المدينه وتروح في حته تانية خالص. هو الهدف من الموضوع ان انت لو حاسه انك في مشكله ما، حاسه بضغط ما وقادره ان انت تحاولي تعملي تجربه، هنقول عليها تجربه، مش بنقول بالضروره انك تروحي سيوه نويبع، ما تروحيش، مش بنقول حته معينه، قد ان انت ما تبقيش خايفه من فكره ان انت تغيري او تعملي حاجه جديده. لو حاسه ان التجربه دي هتساعدك، يعني اعتبري الفيديو ده علامه ليكي، اعملي ده، اسمعي صوتك الداخلي. انا بصراحه لما سمعت صوتي الداخلي ده ريحني كتير. وانت اكيد الصوت اللي جالك الساعه 11 بالليل ده هو انت لو من جواكي حاسه ان انت ده اللي محتاجاه وده انت، اعملي كده. مش بقول لك روحي سيوه ولا نويبع، اعملي اللي انت حاساه بطريقتك انت وما تخافيش، ما دام انت واثقه في نفسك وواثقه في احساسك هتعرفي تكملي. بني ادم هي بتعمل مشروع في سيوه عشان هي حست بده، بحاجه جات لها نداء داخلي، وانا برضو النداء الداخلي قال لي ان انا اروح نويبع، وكان برضو ليا اسبابي ضغوطي ان انا كنت محتاجه اكون نفسي واتعرف على نفسي اكتر، ولولا نويبع لولا انا ما وصلتش اللي انا فيه دلوقتي، ولا كنت هعمل القعده دي ولا هعمل كل ده، لان ده بقى جزء من شخصيتي ان انا قادره اتكلم وقادره اكون نفسي بكل اريحيه وبكل ثقه، ومش مستنيه رد فعل من حد. انا بعمل انا، واللي تمام تمام واللي مش تمام برضو تمام، ان اتس اوكي. ايوه. فدي انا، وده اللي انا بعمله وده اللي انا مؤمنه بيه داخليا. فحاسه ان احنا قلنا كل حاجه جدا، والفيديو ما شاء انا الله مبسوطه قوي قوي وأنا حقيقي بالقعده دي، انا مبسوطة، انبسطت قوي. وانا مبسوطه جدا ان انت استضفتيني بغض النظر عن الاصوات والاوقات. ان شاء الله هنحل المشكله دي وممكن نعمل الكلوزنج بتاعنا تاني زي ما قلنا. فانا نوريان ودي كانت قعدة نسوان. باي باي. النبي مالنا الا بعدينا.